ايه ده؟ هو فعلا كان في قطة سودا واقفة بعيد وبتبص عليا؟ باكله كاتبة مبتدأ. بحب القراية جدا وبكتب قصص وروايات على قدي. أنا مش محترفة ولا حاجة. طول عمري نفسي أكتب حاجات مرعبة. كتاب الرعب ما كانش منتشر قوي في الوقت اللي أنا كنت بدأت أكتب فيه، لحد ما بدأ أحمد يونس يحكي قصص الرعب بتاعته في الراديو. حبيت قوي إني أجرب أبعت له قصة رعب وأرجع لحلمي القديم وأكتب قصص رعب. كتبت كتير قوي قوي وبعتهم له، لكن للأسف ولا واحدة اتنشرت. بقيت أحسن من أسلوبي، برضه مفيش حاجة بتتنشر. قررت إن لازم حاجة تتنشر لي على أحمد يونس. فضلت كتير سنين أكتب وأبعت، برضه ما كانش فيه حاجة، لحد ما قلت لأ خلاص، قصص الرعب لازم نختبرها بنفسنا. أنا لازم أحكي قصة اختبرتها شخصيا، لازم أعيش أحداثها وأحس بالرعب عشان أقدر أوصف صح اللي أنا حسيت بيه. وللأسف ده كان أغبى قرار أخدته في حياتي. ليه أغبى قرار؟ لأني ما كنتش متخيلة أبدا 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 إن كل ده يحصل، وأكيد محدش بيحاول يضر نفسه. أنا ليه بقول كده؟ هتعرفوا دلوقتي. الحقيقة إن ده كان أول قرار في حياتي أخده وأنفذه بسرعة جدا. تقريبا أخدته ونفذته في نص ثانية بدون تفكير عميق في عواقبه، وده على عكس شخصيتي المتأنية. وكأن كان في شيء غريب بيحركني إني لازم أدور على قصة أو إشاعة مرعبة أتحقق منها، وخصوصا إني ساكنة أول سنة في المدينة الجامعية بنات، يعني أنا ببؤرة الإشاعات. نزلت بسرعة البرق على الجنينة، مش فاهمة ليه كنت بتحرك بسرعة كده. رحت على مبنى واطي. اللي ما يعرفش نظام المدن الجامعية، هي عبارة عن 3 مباني، لكل مبنى اسم أو حرف أو رمز. كل مبنى 3 أدوار، كل دور مقسم 3 كورديون. ده بيكون ممر طويل كل أوض قصاد بعضيها، وريسبشن وحمام. ريسبشن بيربطهم ببعض، والحمام مملى. واو، من يوم ما دخلت المدينة وأنا بستشعر منه بهالة مرعبة مخيفة. يمكن عشان كلام الدفعات الكبيرة اللي كانوا بيخوفونا بيه، إن الأوض الفاضية جوايا بنسمع فيها أصوات وبتحس بحر وأنت نايم. طبعا كلها تخاريف ومقالب، كلام بنات فارغ، وأصحابي ساكنين فيه ما سمعتش منهم حاجة. بس قررت إن أجمد قلبي وأشوف أصل القصة إيه، ما أنا لازم أعيش قصة. لكن لما ركزت مع المبنى قوي كان في حاجة غريبة فعلا. يعني اللون الحيطان بيضة كأنها لسه مدهونة من كام شهر، بس على حسب علمي إن هي ما كانتش ناصعة البياض قوي زي بقية المباني. واللي عرفته بالصدفة وأنا بحقق كده وعاملة فيها كرومبو من مشرفة، إن ده المبنى الوحيد في المدينة اللي بيتبيض كل سنة مرتين، مرة في الأجازة ومرة في أجازة آخر السنة. كأنهم مش عايزين حد يعرف إن هو بيتبيض، على الرغم إن في الدراسة بيبقى شكله قديم برضه وما اتبيضش. الموضوع كان غريب وملوش تفسير خالص عندي، ولا حتى عند المس اللي كلمتني. وده حمسني ان ادور اكتر واكتر. بدات اسال هنا واسال هنا، واكلم الدفعات اللي اكبر مني، واتطقص من هنا واعرف معلومه من هنا. بس الكل كان بيقول ان المبنى فيه حاجه غريب، وان الحيطان بتاعته فعلا شكلها قديم عن الحيطان التانية اللي موجوده من المباني التانية. زي ما انتوا شايفين ورايا دي مباني المدينه، لكن هو حيطانه اقدم بكتير من الحيطان دي، على الرغم ان هو بيتجدد كل سنه مرتين زي ما عرفت. لحد ما وقعت على طالبه كانت عايشه فيه، حكت لي قصة غريبة شوية. قالت لي في قصة حد قريبها حكاها لها عن طالبة من سنتين، كانت من أسوان، في قرية من أسوان على الحدود، وعاشت في المبنى ده سنتين، وفي نفس الأوضة اللي الكل بيقول عليها إن هما بيسمعوا منها أصوات وحاجات، والأوضة دي دايما مقفولة. قالت لي ايه بقى؟ قالت لي ان البنت دي عاشت سنتين في نفس الاوضه، في نفس المبنى، ما كانتش بتنزل اجازات خالص غير في نص السنه او اخرها، بحكم ان بيتها بعيد قوي عن المدينه. وعلى الرغم ان حكايه ان انت تسكن في نفس المبنى مرتين ورا بعض في مدينه جامعيه دي مش مضمونه خالص، بالعكس دي بعيده قوي. الا انها كانت بتحصل مع البنت دي. سميها مفارقه، سميها سخريه قدر، سميها حظ، لكن البنت دي قعدت سنتين ورا بعض في نفس الاوضه وفي نفس المبنى. كان معروف عنها انها انطوائية وتصرفاتها غريبة. كانت دايما تقص خصل من شعرها، وتدخل الحمام بشمعة ولعة حتى لو الكهرباء ما كانتش مقطوعة. ما كانتش بتكلم حد لا في المدينة ولا في كلية، حتى رفقتها في نفس الأوضة ما كانش ليها كلام معاها تقريبا. مفيش أي حد كان بيسمع منها صوت أو كانت بتتكلم خالص، غير بس لما كانت بتبقى قاعدة لوحدها في الأوضة كانوا دايما بيسمعوا صوتها بتتكلم مع راجل، والكل كان فاكر إن هي بتحب أو مخطوبة وبتكلم حبيبها في الموبايل.
ما ده شيء وارد في المدينة الجامعية، الكل عايش قصص حب. وفي يوم من الأيام المدينة كلها صحيت على صريخ البنت دي وهي بتشد في شعرها وبتعتذر وبتقول: لأ، لأ، أنا لأ، ارحموني، ارحموني. واختفت تماما، حتى عن كليتها محدش يعرف عنها أي حاجة. حاولت أوصل لحد يعرف عنها حاجة أو حتى أعرف اسمها، لكن معرفتش. اليوم اللي هي اختفت فيه حصل ماس كهرباء كبير قوي في المدينة الجامعية، والماس طلع من الأوضة اللي كانت فاضية، والأوضة اتقفلت لأنها اتحرقت جامد وما كانش فيه أمل في إصلاحها، فالأوضة اتقفلت. من يومها الفضول حركني أكتر، رحت على الأوضة شكلها عادي، لكن جوايا شعور غريب. حسيت بحاجة غريبة، قعدت ألف في المبنى وأسمع إشاعة من دي على معلومة من دي، وكنت برجع لنفس الأوضة تاني، وكأن في حاجة بتقولي ارجعي، كأن في حاجة بتشدني للأوضة دي. حسيت بهاجس جوايا بيقولي لازم تفتحي الأوضة، لازم تفتحي الأوضة. استنيت يوم الخميس لأن كل المدينة طبعا بتنزل أجازة خميس وجمعة، واللي بيقعد بيكون بتوع الصعيد اللي ما بينزلوش غير في الأجازات الطويلة. المهم قعدت ورحت بت في المبنى ده على الرغم ان ده مش المبنى بتاعي. رحت نمت مع واحدة صاحبتي كانت في الدور الأرضي، استنيت لما نامت وطلعت أجري على الأوضة. كنا حوالي الساعة 4 قبل الفجر، المبنى كان فاضي تماما، مفيش حد خالص غير صاحبتي اللي في الدور الأرضي وبنتي واحدة قاعدة في الدور التاني. رحت الأوضة، حاولت أفتحها معرفتش، حاولت بكل الطرق أفتحها معرفتش، ولما زهقت وجيت أمشي سمعت صوت حد جاي من جوه الأوضة. أيوة، أنا مش بحلم، لا أنا مش بخرف، أنا في كامل قواي العقلية. الأوضة المقفولة اللي ما فيهاش ترباس ولا أكرة في حد بيتكلم جواها. إيه ده؟ دخل إزاي؟ ولا يكون ده خيط الرعب اللي أنا عايزاه؟ ايه ده؟ معقول يكون في حد جوه؟ طب فتح ازاي؟ دي مقفولة من سنين. الصوت زي ما يكون بينادي عليا او بينادي على حد، لكن انا مش مفسرة هو بيقول ايه. حاولت اقرب من الباب عشان اسمع الصوت اوضح، لكن الصوت اختفى. تقريبا انا بحلم او اتجننت، ولا ده عقلي الباطل. قلت لازم افصل ونزلت اتمشى في الجنينة شوية، كانت فاضية. شغلت الهاند فري وقعدت اسمع الكينج منير. طبعا مفيش حاجة هتصفي ذهني في وقت زي ده الا الكينج منير. قلت اصفي ذهني شوية ورايا، مجرد ما اشيل هاند فري وابص ورايا مفيش اي حد. وبعدين بقى في التهيؤات دي، هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ قعدت تحت شجرة افكر واصفي افكاري وارتبها. لازم اعرف القصة ايه. الفضول قتلني. فجأة حسيت بسخونية جامدة جدا جنبي، وصوت من بعيد بيقول امل، والكلام كان واضح، حد كان بينادي ويقول امل. بس ده مش صوت بنت، ده صوت راجل اكيد. بصيت حواليا ما لقيتش حاجة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فجأة، ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ قعدت اقرب. قطة سودا واقفة في عيد بتبص عليا. هي دي تهيؤات بجد؟ فرجت عيوني وبصيت عليها. ايوه دي بتبص عليا، وعينيها ما نزلتش من عليا. في اللحظة دي تليفوني رن بيذكرني بالصلاة، صلاة الفجر. لما بصيت على التليفون ورجعت ما لقيتش القطة. ايوه ما لقيتهاش. ايه ده؟ هو فعلا كان في قطة سودا واقفة بعيد وبتبص عليا؟ هو فعلا كان في حد بيقول أمل؟ وبعدين بقى استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقمت قلت اتوضي وألحق أصلي ركعتين قيام قبل الفجر ما يأذن. فجأة بصيت حواليا تاني، أنا حاسة بسخونية، حاسة في حاجة بتحصل، في حاجة مش مظبوطة، في نفس حواليا، لكن المكان اللي أنا قاعدة فيه فاضي. فين القطة؟ القطة اختفت لكن السخونية موجودة، الصوت راح لكن حاسة بنفس. رحت أوضة صاحبتي عشان اخد الفوطة والسجادة واطلع اصلي. مش فاهمة ليه الجو في المبنى كان برد قوي قوي، لدرجة اني كنت بترعش، مع ان الجنينة كانت حر، في سخونة جامدة فيها. كنا في شهر 10، يعني مكناش في الشتا ولا حاجة، في الشتا. من كتر البرد ومن كتر ما المدينة كانت فاضية قلت لازم اقفل، لاني فعلا كنت بردانة قوي. قفلت باب المبنى وتممت على كل حاجة، كل الشبابيك وكل ثغرة ممكن تدخل هوا. عديت الأوضة الأول، حاولت أسمع حاجة أو أفتحها، معرفتش ولا سمعت أي حاجة. رجعت لصاحبتي
لقيتها نايمة. قلت اخد الفوطة بعد ما قفلت الدنيا كده واطلع اصلي بره في الريسبشن. الدنيا دفى واحسن بكتير من الاوضة عشان ما ازعجش صاحبتي. فجأة اول ما دخلت الاوضة لقيت صاحبتي قامت من النوم بشكل غريب وكأنها بتصحى من الموت، وقالت لي ابعدي، وكأنها بتصحى من الموت وقالت لي ابعدي بصوت غليظ. قلت لها بتقولي ايه؟ قالت لي هيأذوكي هيأذوكي، ونامت تاني وكأنها مصحتش. قلت لها ايه الهبل ده؟ انتي عارفة ان انا ما بحبش الهزار السخيف ده، ورحت ضربتها لكنها مصحتش. هزتها لكنها كانت نايمة في نوم عميق قوي وكأنها بغيبوبة. ايه ده؟ في ايه؟ بس صاحبتي دي معروف عنها ان هي بتعمل مقالب، كل ده وعقلي مش مترجم ان في حاجة غلط بتحصل. رحت اتوضى ومعرفش ليه رجعت للأوضة تاني. لقيتني وقفت على بابها وانا بقول لها ما انا لازم اعرف حكايتك ولازم افتحك. انا استسلمت للفضول ومشيت على الحمام وانا باصه في الارض وبفكر، متأكدة متأكدة تماما اني قفلت كل حاجة ومفيش اي شيء ممكن يدخل المبنى ولا اي حاجة خالص، وان المبنى فاضي تماما مفيش اي حاجة. فجأة ايه ده؟ قطة ظهرت تحت رجلي على باب الحمام. لو ما اخدتش بالي كنت دوست فوقها. رجعت لورا خطوتين وانا مذهولة، القطة دي جت منين وظهرت امتى؟ انا ماشية بصة قدامي كويس، ما كانش فيه قطة، كل حاجة مقفولة، انا متبمة على المبنى كويس، ما كانش فيه قطط، انا متأكدة. طلعت منين؟ طلعت منين؟ قطع حبل تفكيري الحر اللي حواليا، حر لدرجة اني عرقت والعرق بدأ ينزل. بس دي مش نفس القطة اللي كانت بره، بس اللي كنت مركزة معاه اكتر كان ثبات القطة، وازاي ان هي متهزتش لما كنت هدوس عليها. بصتها ليا بصة طويلة مرعبة وعينيها بتبرق. لحظات عدت عليا كأنها سنين. حسيت ان قلبي بيخرج من مكانه، قلبي اتقبض. بصيت على الفوطة اللي في ايدي. ايوه انا رايحة اتوضى، انا رايحة اصلي، انا هكون مع ربنا، انتي مش هتقدري تأذيني. ايوه مش هتقدري تأذيني. لقيت نفسي بردد في سري ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومشيت من جنبها وأنا حرفيا بستجمع شجاعتي وبجر رجلي، وقلت لها وبصيت لها وقلت لها لا تأذيني ولا أذيكي. وأول ما اديتها ظهري فجأة صرخت صرخة مرعبة، ثبتت رجلي مكانها. دي لا يمكن تكون صرخة قطة، لا دي صرخة بنت. أيوة أنا سمعت صح، دي صرخة بنت لكنها خرجت من القطة. بسرعة لفيت وشي ناحيتها في ثانية لكنها كانت اختفت. بس الصخرة لسه بتعلى بتعلى، وفي صوت بيقول أمل قربانه، في صوت جامد، صوت فظيع بيقول أنا القربان. أغمى عليا، محسيتش بأي حاجة حواليا. فقت على صوت ضحك عالي قوي. لما فتحت عينيا كنت في مكان غريب. ايه ده؟ انا فين؟ حاولت ابص حواليا، حاولت افتح عيني اكتر. ايه ده؟ انا جوه الاوضه. ايوه جوه الاوضه. انا دخلت هنا ازاي؟ وايه اللي جابني هنا؟ الاوضه ما فيهاش اكرة، الاوضه مقفوله من بره. ازاي دخلت هنا؟ ازاي كانون الاوضه مصدي؟ معنى كده انها ما اتفتحتش من سنين. طب انا دخلت ازاي؟ بصيت على الاوضه، كانت اوضه عاديه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه غريبه، كل حاجه سليمه، ما فيش اثار حروق ولا في اثار ماس. بس انا سامعه صوت ضحك. ايه ده؟ ده ضحك ولاد، صوت صبيان. جاي منين الصوت ده؟ دي مدينه بنات، ازاي يكون فيها جنس تاني؟ بدأت أدور في الأدراج والدواليب، لقيت صور قديمة متقطعة مش واضح ملامحها، بصورة ولد وبنت. لا دول صورة بنتين مختلفين لكن ملامحهم مشوهة.
وفي ولد صورة ولد كمان مكان وشه كلمة واحدة بس. ايه الكلمة العجيبة دي؟ انا مش عارفة اقراها. توبة تول. اول ما قلت كده الدنيا اتبدلت حواليا، لقيت نفسي زي ما اكون في ميموري قديم، مجموعة شباب قاعدين بيضحكوا معاهم كتب قديمة، مش باين هما بيعملوا ايه ولا واضح هما بيقولوا ايه، ولا حد فيهم شايفني اصلا، لكن معاهم صورة ولد قاعدين يدمروا في ملامحه. ايه ده؟ لحظة، دي نفس الصورة اللي كان مكتوب عليها توباتول. بدأت ابص واحاول افهم هما بيعملوا ايه، لكن فجأة واحد منهم بص ناحيتي بصة مخيفة قوي، حسيته شايفني وحسيت ان في خطر حواليا. رجعت لورا، ابتسم لي وقال توباتول، واختفى هو وكل اللي موجودين. وفي ثانية الأوضة بقت مكسرة وكلها محروقة والحيطان بايظة، وفي بنت قاعدة في ركن الأوضة، نص شعرها محلوق، جسمها متشوه، كله حروق وخرابيش وبتنزف، دي بتعيط. رحت ناحيتها وسألتها بتردد، انتي كويسة؟ رفعت وشها وبصت لي، ويا ريتها ما بصت لي. وقعت على الارض من الصدمه والخوف. دي انا، ايوه دي انا، دي وشها محروق واسود وعيونها بيضة تماما. قعدت اسحب بجسمي، لازم اخرج من هنا، رجلي اتشلت، مش قادره اتحرك من كتر الخوف. رحت للشباك فتحته، ايه ده؟ عليه حديد، اول مره اشوف شباك في المدينه مقفوله ويكون بحديد. يا ربي دي جايه عليا. حاولت اتحرك، جسمي مشلول، حاولت اقرا قران، لساني مش بينطق. شاورت لي على السقف، بصيت لقيت بنت مشنوقه وجسمها محروق، وفجأة ما جيت أبص عليها لقيتها قربت من وشي قوي. لساني نطق بكل قوته وقلت ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صرخت في وشي جامد وقالت توبة تول، واختفت. حسيت بحر شديد، كان في نار بتحرق كل حاجة حواليا. حاولت اخرج واصرخ الحقوني، حريقة حريقة، محدش سمعني. ده الاوض كلها قريبة من بعض، ازاي محدش سمعني؟ جريت على الشباك احاول اخرج، سمعت حد ورايا بيقول بصوت همس، امل امل. بصيت ورايا لقيت القطة واقفة على باب الأوضة بتبص لي وبتبتسم. قعدت أصرخ والدخان يعلى لحد ما سمعت أذان الفجر. القطة اختفت، أغمى عليا. فقت لقيت نفسي في سريري، حواليا صاحبتي والبنت اللي كانت في الدور التالت. صرخت نار، حريقة. ضحكوا. صاحبتي قالت لي حريقة ايه بس؟ استهدي بالله، انت كنت رايحة الحمام وبعدين وقعتي ولقيناكي مغمى عليكي، شكلك اتزحلقتي. قلت بس مش انا اللي صرخت، دي القطة. بصوا لبعض وقعدوا يضحكوا. صاحبتي قالت لي قطة ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، البنت اتهطلت. ما تهزريش يا دودو، انت سمعتيها، انت قلت لي من شوية وقمتي وقلتي لي امشي ابعدي. قالت لي بنتين تتظبطي، انا نايمة من الساعة 11، لا قلت ابعدي ولا قربي. ازاي؟ الأوضة، النار، توباتول، امل، انا مش مجنونة. ايدي كانت بتوجعني، كشفتها لقيت حرق معلم على ايدي اقرب لشكل الوشم، وكلمة توباتول محفورة على ايدي بالنار. قلت لها طب ايه ده؟ انا مش بخرف. اتصدموا البنتين، بصوا لبعض. والبنت اللي كانت في الدور التالت اول ما سمعت اسم امل وشافت الوشم بان عليها الارتباك، وقعت على السرير وجات لها حاله هستيريا وقالت لي ليه عملتي كده؟ ليه؟ ليه؟ قلت لها ايه اللي ليه؟ انت مين؟ انت مين؟ سابتنا وطلعت تجري. جريت وراها ومسكتها، مش عارفه ازاي زقتها، حاولت تخرج. حسيت بقوه غريبه في جسمي، مش انا، كأن في حد لابسني. ضربتها جامد، وقعت مغمى عليها. صاحبتي قالت لي يا بنتي ايه اللي انت عملتيه ده؟ اللي انت عملتي؟ انت مجنونه. قلت لها اسكتي خالص، اخرسي. وجبت حبل وربطتها وكتفتها. واول ما قامت قلت لها انت عارفه حاجه ولازم تحكي لي، ايه الوشم ده ومين امل؟ احكي لي احكي لي. وبدات اضربها جامد. قالت لي طيب هحكي لك، بس اهدي، قوتك هتجذبهم. قوتي هتجذبهم؟ تجذب مين؟ قالت لي هحكي لك. وهنا البنت قررت تحكي، بس انا كان لازم فعلا اهدى. كان عندي احساس غريب، قوة وجبروت. لما شفتهم مرعبين مني حسيت بالنشوة واللذة. ايه ده؟ ايه شعور السادية اللي ماليني ده؟ جه منين؟ انا عمري ما كنت كده. دموع البت المتكتفة فوقتني. هديت شوية، فكتها واتأسفت لها، سامحيني، ده مش انا مش فاهمة ايه اللي حصل لي. قالت لي عارفة، وهي بتنزف من شدة الضرب. لما قالت لي عارفة، ولما بدأت اهدى قالت لي اقري قرآن. قريت المعوذتين كالعادة، من شدة غضبي بلجأ للمعوذتين دايما.
ما عرفتش، نسيت القرآن. كل ما احاول انطق اسم الله لساني يسكت. البنت اول ما قامت طلبت مصحف واديتهولي. لما مسكته كان قدام عيني فاضي تماما، انا مش شايفه جواه كلام. بصيت لها وقلت لها ده فاضي. البنت بصت لي بارتباك وقالت لي يبقى انت شفتيها. شفتها؟ شفت مين؟ قالت لي امل. مين امل؟ بدأت البنت تحكي. امل دي كانت بنت عمي، دخلت فنون جميلة وجت هنا. كانت فرفوشة وجميلة واجتماعية جدا وكانت بتحب الناس قوي، لكن عمرها ما كانت بتصلي، كانت بعيدة عن ربنا. طول الوقت ترسم بورتريهات وتسمع اغاني. بنوتة صغيرة في السن وتقدر ترسمك بالظبط. خيالها كان واسع قوي قوي قوي، وبتحب تألف حكايات، وكلنا كنا بنحبها وبنحب نسمع حكاياتها اللي احنا عارفين ان هي ما حصلتش، عمرنا ما كنا بنصدقها. لكن من اول ما سكنت هنا قعدت شهر، لان طبعا احنا من اسوان فكان صعب ان هي تنزل. لما رجعت بعد شهر كانت شخص تاني تماما. دايما سرحانة وساكتة ما بتتكلمش، مش عايزة تقعد في البيت، عايزة ترجع المدينة. لما سألناها قالت ان الحالة دي من ضغوط الكلية، وبعدها ما بقتش بترجع البيت خالص حتى في الاجازات الطويلة. كنا بنقول عادي، لكن في اجازة اخر السنة كانت دايما لوحدها، بص على ركن في الحيطة، تمتم بكلام مش مفهوم، مولعة شمعة جنبها. قلنا عادي، خايفة من الضلمة خصوصا الكهرباء بتقطع كتير. في السنة التانية بطلت تنجز الأجازات تماما، وبطلت تطلب فلوس من عمي. عمي ومراته قلقوا جدا وسافروا، لكن شكلها كان غريب، جسمها مليان خرابيش، خست قوي، جلد على عظم. مامتها شدت الطرحة من على راسها، لقت خصل في شعرها فاضية، وشعرها مقصوص، وحروق كتير، وآثار خنقة حوالين رقبتها. عمي اتفزع، عمل مشكلة في المدينة الجامعية وأخدها على دكتور، وفضلت في المستشفى فترة طويلة. كانت رافضة الكلام والأكل، كل اللي كانت بتعمله إنها ترسم صور لولد تقريبا ملوش ملامح، وصور لبنت تانية، وكل كتابتها كانت توباتول توباتول. دكاترة كتير حاولوا يعالجوها أو يعرفوا مالها، بس هم قالوا إن هي جالها ذهان أو مرض عقلي، واتحجزت في المصحة شوية. لما كانت بتمسك المصحف كانت تقول إنه فاضي. عمي جابلها شيوخ كتير، لكن كانت كل شوية تقول إن المصحف فاضي، وكان أبسط تفسير إن دي أزمة نفسية حادة، وتحليلهم إن صورة الولد اللي معاها دي، الولد والبنت، إن حبيبها خانها مع البنت دي، علشان كده بتقعد تعمل حاجات كده. وفي يوم سمعوها بتبرطم وبتشد في شعرها وبتقول حاضر حاضر هرجع لكم، ما قدرتش ابعد، توباتول توباتول. حاولت تهرب، مسكوها، لكن 7 رجاله ما قدروش عليها، رغم ان كان جسمها نحيف وبنيتها ضعيفه. حالتها كانت شبيهه لحالتك دلوقتي، لكن اتلم عليها اكتر من 20 راجل وقدروا يمسكوها. البنت قررت تحكي، بس انا كنت في عالم تاني. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي هي بتقوله ده؟ انا كنت مركزة جدا في اللي هي بتقوله، وما بقتش عارفة انا بتخيل اللي بيحصل ولا ايه. وبعد كام يوم كملت البنت وقالت لي ايام البنت امل اتحسنت، لكن بعد كام يوم كان الهدوء اللي بيسبق العاصفة. هربت من المستشفى، محدش عارف ازاي فكت نفسها، محدش عارف هي راحت فين. وبعد اسبوعين اكتشفوا انها رجعت المدينة، كانت عايشة عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت، مش فاكرة اي حاجة على المستشفى وعلى الدكتور ولا اي حاجة. الدكتور قال خلاص خلاها تمارس حياتها عادي، ولو ظهر عليها اي شيء ترجع له تاني. وبعد شهرين حصل اللي كل المدينة عارفاه. رجعت المستشفى، لقوا على ايديها وشم زي اللي على ايدك ده بالظبط، وظهرها كان عليه وشم كبير، عين فيها نار. كانت دايما مرعوبة وبتخرف لحد ما بقت عايشة بدون روح، كانت شبه الأموات، لا بتاكل ولا بتتكلم ولا بتتحرك. لحد ما في يوم لقاها شنقة نفسها بملايات السرير، ولكن سابت ورقة فيها كلام انها ترجع تاني وهيتكرر تاني، والقوة هتتملك تاني، وكلام كتير وكلمة واحدة واضحة، هي أمل قربانه. ومحدش عارف يقرا باقي الجواب. وقالت ان على ظهره ان الوحيد قالت على ظهر الجواب ان الوحيد اللي الأوضة هتختاره هو اللي هيقدر يقراه. انا كنت بسمع، كنت كل شوية ألمح القطة بتبصلي وتبتسم وتمشي. قلت لها فين الجواب بسرعة؟ قالت لي مع عمي، وهو من يوم اللي حصل هو عايش هنا قريب من المدينة، تعالي معايا قبليه ويديهولك. رحنا على البيت، وقبل ما نخبط على الباب قلت لها يلا نروح بسرعة. قالت لي اول ما باب المدينة يفتح هنروح. وفعلا ما قدرتش انام، فضلت قاعدة جنب البنت. اول ما باب المدينة فتح خدتها وجرينا على بيت عمها. وقبل ما نخبط على الباب فتح لنا راجل كهل في ارذل العمر، شعره مش كتير على راسه بس شعره شايب، قمحي البشرة، عيونه جحظة لبره، وتحت عينيه اسود بخط رفيع كتير جدا،
وعلى الرغم من شكل جسمه اللي كان يوحي انه كان ضخم في يوم من الايام، الا انه دلوقتي هزيل من الحزن. وعلى الرغم من اصالة وطيبة ملامحه، الا انه يبعث في قلبك الريبة والخوف من اول ما عينك تقع عليه. بصلنا باستهزاء وقلب عصبية: اخيرا شرفت منك ليها، انا بكره الانتظار، ادخلوا. بيته كان فوضوي، ريحته بشعة، بخور والع في كل مكان، ميه في كل حته، صور حيوانات على الحيطه. كان بيبصله وعينه فيها غيظ وكره، ما قدرتش افهم ليه. قلت له اهلا، رد قال لي اهلا يا اختي. راجل فظ كله جبروت، عيونه بارده زي عيون القتله، عيونه فاضيه تماما. قلت له ايه؟ قال لي بابتسامه احكي كل اللي حصل. وبعد ما خلصت قال لي يا فرحه امك بيكي، كل التحذيرات دي وما تهدتيش؟ كان في صوته جايه بيقول لي اذيه، اضربيه، شوفيه مذلول قدامك. لقيته بيقول لي عايزينك تاذيني مش كده؟ لسه هسأل قال لي بابتسامه بارده انا عارف كل حاجه، انا مش ببيع سبح يا روح امك. ده انا طالع عيني بحاول اعرف حكايه ام الاوضه دي من سنين. ولع سيجاره ونفخ دخانها في وشي وقال لي من ساعه موت امل حاولت ان افتحها، دفعت رشوه، دخلت في الاجازات، حاولت اقتحم المدينه، بس سنين ما عرفتش افتحها، بحاول وبفشل لحد ما مراتي صحت في يوم بتصرخ حريقه حريقه. كانت في الاوضه، بعدها فقدت النطق، ما حكتش اللي حصل، ونهايتها كانت نفس نهايه امل في نفس المستشفى. من يومها وانا في طار بيني وبين الاوضه دي، بحاول افهم ايه التوباتول اللي دمر عيلتي ده، وايه سر الهبابه دي. سبت اهلي وناسي وجيت هنا بدور علشان افهم جواب امل. قال لي ان هيوريله كل اللي وصل له وهيعرفهولي، بس لازم بنت اخوه تمشي الاول. لما سالته ليه، قال لي ان اللي بيعرف السر بيشيخ قبل اوانه. قلت له ازاي؟ قال لي انا 45 سنه. اتصدمت، ازاي 45 سنه؟ انت عندك حوالي 80 سنه. قال لي انا اتجوزت 14 سنه، لما خلفت امل كنت 15، ولما امل ماتت كانت 34 وتوفت من 10 سنين. كان بيداري دموعه في عيونه بجبروته. كمل وهو بيشرب السيجاره وقال لي اول ما كشفت سر التوباتول شخت، جسمي بقى عنده 80 سنه. البنت مشيت، دخلني اوضه كلها وثائق وتراب وكتب. قال لي بصي انا قريت في السحر وسرقت اثار وقريت في التاريخ وحضرت جن وتقريبا كفرت عشان اوصل للي هحكيهولك ده. انا قعدت اقرا ودعبس وادفع فلوس واسرق اثار واجيب في كتب سحر واحضر جن وكفرت لحد ما وصلت وفهمت ايه التوباتول. وجاب لي مخطوطه قديمه، مخطوطه فراعنه، وكام كتاب شكلهم غريب وقديم، صفحاتهم مصنوعه من الجلد البشري ومكتوبين بالدم، مكتوبين بلغه مش مفهومه، حروف عربي على لاتيني على ارقام ورموز، لغه عفاريتي. كل اللي مفهوم هو كلمه التوباتول مكتوبه بحروف عربيه مشكله وجنبها رموز. ما فهمتش حاجه. قلت له ايه ده؟ قال لي كان في قريه قديمه مش معلوم مكانها فين بالظبط. القريه دي حصل فيها اختفاء الاطفال وشباب ومحدش عارف بيروحوا فين ولا جثثهم حتى بتروح فين، عايشين ميتين، لحد ما وصلوا لجينا بول. دي كانت اجمل وارق بنات القريه، ولكن اكتشفوا انها كائن غير بشري، شبه البشر، جسم ضخم، عيون خضرة وعيون صفرة، بيتغذى على الطاقة الروحية للشباب. وعشان تفضل بنت جميلة لما كشفوها كانت قتلت 25 طفل وشاب. حاولوا يحرقوها لكن سلطت عليهم غضبها بلعنة أصابت جنس الرجال إنهم يموتوا على 35، ورمت نفسها في النار. وده فعلا اللي حصل لكل جنس الرجال اللي بيدخل القرية، بيموت على 35. رجالة كتير هربوا، لكن أول ما خرجوا من القرية اتحولوا لشيوخ، لحد ما الملك بعت ابنه وفريق أطباء وكهنة وسحرة عشان يفكوا اللعنة، لكن كلهم ماتوا أول ما دخلوا القرية. فقرر الملك إنه يبني سور عازل يعزل القرية عن بقية المملكة، خصوصا إن الستات كانت بتخلف ذكور بكثرة. واتنسى أمر القرية تماما لحد ما جت بنت منهم قررت إنها تستعين بمخلوق شبه جينول يفك اللعنة. بعد سنين نجحت في تقدير الكائن ده، وكان اسمه توباتول. وفعلا نجحوا في تحضير الكائن اللي كان اسمه توباتول وساعدهم، لكن في المقابل اتحكم في مصيرهم، وكان لازم كل فترة يقدموا له قربان عبارة عن عروسة جميلة، واللي كان بيحاول يثور عليه كان بيتحول لوحش لحد ما الناس زهقت منه ومن ظلمه
ونجحوا مع دخولهم في الإسلام إنهم يختموه هو ولعنته. لكن في يوم جه ساحر قدر إن هو يحضره من تاني، وعقد معاه اتفاق وإن هو هيجيب له مضيف وقرابين مقابل إن هو يخليه خالد وشباب على طول، ويجعله أقوى وأغنى. وتم الاتفاق، وكان الولد والبنتين اللي انت شفت صورهم هما المضيف. الولد كان المضيف والبنت كانت القربان، وده كان من حوالي 70 سنة. والكائن ده لازم يتغذى على المضيف. فالشاب قرر ان هو يقنع اصحابه انهم يلعبوا ويقربهم ويقريهم التعويذه ويخليهم يدوله طاقه حياته من غير ما ياخدوا بالهم. وكان بيدوله جبروت ونفوذ وهو والساحر، لحد ما وهن الشاب وانتحر بعد ما خلص كل اللي حواليه وعاش 60 سنه. وبعدها الساحر ربطه في الأوضة وخليه هو يختار المضيف بتاعه، لحد ما وصل لأمل اللي انتحرت هي كمان. حاول يستحوذ على أمها، لكنها كانت زي أمل وفوق احتمالها وانتحرت. وانت المضيف الجديد اللي هو اختاره. 1000 مليون مبروك عشان تبقي تدعبسي وتلفي بعد كده. لكن اللي انا مش قادر افهمه هو ليه ما قدرش يستحوذ عليكي لحد دلوقتي؟ فيكي حاجة منعاه. قلت له ممكن قرب من ربنا. عيونه لمعت لمعة ما فهمتهاش. سألته على جواب امل، قال لي هروح اجيبه. بعد ما مشي بقلب في الصور لقيت 3 صور. صورة الولد معمول عليها تباتول وطلاسم وكلمة عليهم نقطة دم والاسم حواليه، لكن الملامح واضحة. وبعدها صورة أمل اللي كانت نفس الوضع. لكن الصورة التالتة صدمتني، كانت صورتي أنا، حد مصورها لي في الشارع. اتصدمت، حسيت اني مش مركزة. فجأة ضربة قوية جت على دماغي وما شفتش الدنيا بعدها عاملة ازاي. لما فقت لقيتني متكتفة حواليا دايرة مرسوم جواها نجمة وطلاسم، وشفت ابو امل بلبس غريب وعمال يقول كلام اغرب وماسك سكينة وجاي عليا، وراح جرح ايده ونزل الدم عليا. صرخت مش فاهمة حاجة، انت بتعمل ايه يا مجنون؟ سيبني سيبني. ضحك وقال لي كل ده وما فهمتيش؟ انا الساحر اللي عندي 190 سنة. قلت له بنتك ومراتك، انت مجنون، ازاي ضحيت بيهم؟ قال لي هي اللي متخلفة، انا من حب فيها كنت عايزة اديها قوة ونفوذ وشباب دايم، لكن هي ما استحملتش وانتحرت. هي والبقرة اللي انا اتجوزتها كانوا سبب في اني شخت قبل اواني، ولازم يسكنك عشان ارجع شباب تاني، وانت اللي واقع عليك الاختيار. روحي قوية، مش هتقدري تنتحري. لازم ارجع شباب، لازم ارجع شباب. صرخت فيه انت حيوان واناني، دمرت بنتك ومراتك عشان تفضل شباب وعايز تدمرني انا كمان. قال لي انا هرجعه عشان هيرجعها لي. مروحة متعلقة معاه. حاولت اقرا قرآن، ضربني، قال لي مفيش هنا غير الفتن، انا هعرف ازاي ابعدك عن ربنا عشان يقدر يتلبسك. قلت له بنت اخوك وصاحبتي هيوصلوا لي. قال لي انت ما تعرفيش بنت اخويا ميتة من 180 سنة، انا قدمت له روحها قربان زي ما عملت معاكي بالظبط. شفتي قدر يجيبها تاني حقيقية، بس قوته محدودة، مش بتيجي غير يوم او 2 وبتختفي. حسيت بألم فظيع جوه جسمي. قال لي ايوه روحك وايمانك بيضعفوا، التعويذة اشتغلت. سابني ومشي وانا بتعذب، خيالات بترقص حواليا. اكفري، الصوت بيتردد جوايا، جوه راسي اغاني ورقص قدام عيوني. حاولت اقرا قرآن، مش شايفة، مش قادرة. حسيت بحاجة بتبعدني عن ربنا، في فتن، في حاجات وحشة بتحصل قدامي. قعدت اقول يا رب يا رب يا رب. فجأة شفت قدامي كائن ضخم اخضر شبه الثور وعيونه صفرة، بيقرب لي وبيضحك عاوز يمسكني. صرخت بكل قوتي بحاول اقول يا رب، لساني مش قادر ينطق. كل شوية كان بيكبر ويضخم اكتر ويحاول يضمني. قوتي ضعفت وجوايا بقول يا رب ساعدني يا رب ساعدني. فجأة حسيت بإيد بتطبطب على كتفي، وخرج من ورايا نور كأنها طاقة على شكل بنت. حاولت اشوفها، كانت امل، قربت مني ونفخت على عيوني. ساعتها شفت ان كل دي خيالات واقدر انطق. قلت يا رب يا رب. خرجت بصرخة، الكائن اتخض وبعد عني. قريت قرآن بكل قوتي، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. بدأ يصغر. اقرا آية الكرسي، يصغر. كل ما اقرا قرآن يصغر، وطاقة نور تزيد، طاقة امل تزيد، وهو يصغر ويصرخ. وفجأة الباب اتفتح ودخل ابو امل اللي كان بيتقلب. حاول يضربني، لكن الارواح اتجاهلهم بكل غضب.
الارواح اللي تجاهلهم بكل غضب كتفوه. زودت في القرآن، قريت المعوذتين، قريت سورة الجن وهو عمال يصغر والساحر يصرخ ويتحرق. بصيت على جسمه لقيت جسمه بيدوب لحد ما اختفى الكائن، والساحر داب زي السائل. ولما قمت لقيت جواب امل اللي كان مكتوب فيه: ارجوكي انقذينا واوعي تستسلمي. ساعتها الارواح صعدت لفوق وامل ابتسمتني وانتهت المأساة. ومن بعدها ما حاولتش ان انا ادور في حاجة مش ماليش علاقة بيها بعد كده. لو عجبتكم القصة اعملوا لي لايك وتابعوا قناتي، سبسكرايب ولايك وشير عشان ده بيشجعني. وقولوا لي بعد كده عايزين قصص من انهي نوع. هو انا بنت ست مش كويسة عشان قلت لاخت جوزي غوري في 60 داهية تاخدك انت وبنتك؟ سلام عليكم، انا اسمي يارا، عندي 26 سنة، اتجوزت انا واحمد من 4 سنين. احمد شخصية جميلة جدا. اللقاء ما كانش رومانسي بينا، كل الموضوع ان صاحبتي جت قالت لي ان صاحب جوزها بيدور على عروسة وانها هترتب ميعاد بيني وبينه لان هي شايفة ان هو مناسب ليا. رحت فعلا الميعاد اللي كان بينه وبينه كان عزومة في بيتها. ولما بصيت على احمد لقيت شاب وسيم طويل عريض جميل مفتول العضلات، حاجة كده من اللي هي اي بنت في الدنيا لما تشوف منظر زي ده هتقول هو ده فارس احلامي. بس على مين؟ انا ما بيهمنيش الشكل خالص. بس لما قعدت مع احمد لقيته شخصية جد، متدين محترم، مش بيرفع عينه، كويس. فما خدش وقت طويل الحقيقة غير وانا متأكدة ان هو ده الشخص اللي انا محتاجة اكمل معاه حياتي، وهو كمان شاف نفس الاحساس. وقبل العزومة ما تخلص كان مكلم والدتي واخد منها ميعاد وتقريبا حكى لها تفاصيل حياته كلها. وفعلا جه هو واهله وحصل الخطوبة. اهله ناس اسوياء بدرجة انا ما شفتهاش قبل كده، واتجوزنا. وعلى الرغم من تخوفي ان اتجوز في بيت عيلة لان باباه على الرغم ان احنا من طبقة ارستقراطية، احنا من الناس اللي عايشين في ايجيبت وما عندناش جو ان الواحدة تتجوز مع اهل جوزها في بيت، الا ان حماية كان دايما مسافر لان حماية كان بيشتغل طيار، فكان طول الوقت مسافر بره ما كانش بيقعد مع اولاده. فلما تقاعد قال لا، بدل ما اجيب لكل واحد فيهم بيت ويبعدوا عني، انا هابني فيلا كبيره بس كذا دور، وكل واحد من اولاده يقعد في دور مستقل بحياته، بس على الاقل يكونوا حواليه. انا كنت متخوفه جدا من الفكره دي، بس احمد طمني ان اخواته اللي متجوزين مفيش حد بيحتك بحد. وفعلا اتجوزت، والحقيقه اهله طلعوا ناس محترمين جدا. طول الفترة اللي اتجوزت انا واحمد فيها ما كانش في بينا اي مشاكل، بالعكس انا عمري ما حسيت اني متجوزة في بيت عيلة، انا كنت حاسة بخصوصية اكتر ما كنت هتجوز في بيت لوحدي. على الرغم من ان مفتاح شقتي كان موجود مع والدة احمد تحت للطوارئ، الا ان عمرها لا هي ولا باباه طلعوا الشقة عندي من غير ما يستأذنوني. ده انا في يوم وانا نازله رايحه الشغل بتاعي كان عندي شويه حاجات عايزه تتصلح في المطبخ، وكلمت الصيانه ونزلت لحماتي قلت لها لو سمحتي يا طنط ممكن بس تقفي مع الصنايعي. قالت لي استحاله يا بنتي افتح شقتك وانتي مش موجوده، اما تيجي وجوزك يرجع ابقي خلي الصنايعي يجي. فعلا ناس انا ما شفت زيهم قبل كده، وفعلا ما كانش عندي اي مشاكل مع احمد، بالعكس احنا كنا واضحين ان احنا عايزين نعمل اسره كويسه، عايزين نعمل بيت كويس. وفعلا كانت حياتنا ماشيه جميله وهاديه وحاجه كده يعني في منتهى الخيال. ما كانش عندي مع احمد غير مشكله واحده بس، اخت احمد كانت برضو من طبقة ارستقراطية لكن راحت اتجوزت في ارياف. وانا مش قصدي اي حاجة عن الناس بتوع الارياف، الناس بتوع الارياف على راسي، لكن البيئة اللي هي اتجوزت فيها كانت بيئة سامة جدا، حاجة كده توكسيك من الاخر. بس عارف لما بتطلع من بيت سوي قوي، سوي بزيادة عن اللزوم، وفي خصوصية وفي احترام وفي كل اللي انت نفسك فيه، وفجأة تروح لبيت مفهوش غير اهانة وتوكسيك وبيحصل لك بقى دروب كده في دماغك. هي اخت جوزي دي كانت كده. هي طبعا كانت متجوزة بعيد، فكانت بتجيلنا كل اسبوع مثلا يوم، كل شهر يومين كده، مش بتطول كتير. لكن صدقوني اليومين دول كانوا بيبقوا اكتر يومين جحيم بعيشهم في حياتي. لما بتيجي كانت بتحاول تنتقد اي حاجة فيا، مش فيا انا وبس، فيا انا واخوات جوزي فوق ومراتاتهم. الحقيقة اول ما اتجوزت مرات اخو جوزي اللي فوق قالت لي بصي يا بنتي انا هنصحك نصيحة، لو عايزة تكملي في العيلة دي ملكيش دعوة باخته، لان اخته مش زي الناس دي خالص. وانا صراحة استقبلتها كويس في بيتي وعملتها كويس.
الغريب بقى ان اخت احمد دي، وخلينا اسميها رباب، رباب من اول يوم مش طايقاني في الدنيا، معرفش ليه، من يوم الشبكة وهي حطاني في دماغها. ليه يا بنت الحلال؟ مش عارفة. على الرغم ان هي اجمل مني بكتير، وعلى الرغم ان هي تعليمها اعلى مني بكتير، الا انها حطاني في دماغها كأن انا بص عدوتها. اتجوزت وقلت يا بنتي دي هلاوس، وهي كده كده مش موجودة معاكي. بس للأسف من يوم الصباحية، من يوم صباحية مين ده، من يوم الفرح بتاعي ورباب بتبدع سفالة وقلة أدب. جينا يوم فرحي، أول ما دخلت عليا وأنا عند الميك اب ارتست في البيت، دخلت الناس بتخش تقول الله ما شاء الله ايه الجمال ده، لا دي دخلت بقها ده كان بينقط جلة، لقيتها بتقول ايه القرف ده، انت ايه عامله، انت عامله في عينيكي كده ليه، لا 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 غيري لها الميك اب، غيري لها الميك اب. انا كنت عامله ميك اب اسيوي لانه بيليق على بشرتي البيضه، فقلت لها لا انا تمام كده والدنيا معايا تمام ومش محتاجه ان انا اعدل حاجه، انا كويسه جدا. واحمد اصلا كان واقف بره. طلعت طول الفرح بقى كومنتس، طول الفرح شغاله كومنتس، الفستان مش عارف ماله، الويدنج بلاير ما عملش الفرح كويس، التورته مش مظبوطه، مامتك مش عارف فيها ايه، الدي جي ليست مش قد كده، وعماله بتعلق على حاجات يعني. وانا طول الفرح سادة ودني، والليله ليلتي هنبسط. يوم الصباحيه الصبح طلعت لنا بحجه ان هي خلاص بقى راجعه البيت، فرجع طالعه عشان تبارك لنا. طلعت دخلت البيت، قعدت تعلق على كل حاجة تقريبا موجودة في البيت. قدمت لها شوكولاتة والحاجات بتاعة الفرح، الكحك والبسكوت والحاجات دي، لكن اتصدمت لما لقيتها بتطلع كيسة سودا من شنطتها، وراحت معبية كل الحاجات دي في الكيسة السودا، الشوكولاتات والكحك والبسكوت، كل تقريبا اللي انا كنت حطاها على الترابيزة كنوع من الضيافة للناس، عبتهم كلهم في شنطتها. وكان معاها بنتها عندها حوالي 1.5 سنة على كتفها. ما شاء الله البنت بهدلت لي الدنيا كلها، مفيش قالت لهاش حتى اسكتي. قعدت معايا بالظبط 10 دقايق، لمت اللي موجودة على الترابيزة كله، من فاكهة بقى الحلويات لكل الحاجات دي. وبنتها ما شاء الله كسرت لي كوبايتين من المطبخ، من طقم الكريستال الغالي السينيه، ودخلت على الروج كسرت لي 2 روج برضو، وبهدلت لي الدنيا في ال10 دقايق دول، وانا واقفة بغلي ومش قادرة اتكلم احتراما بس لوجود جوزي. واخدت نفسها ونزلت. والحقيقة طول ال4 سنين اللي كنت متجوزة فيهم أحمد، وهو قال لي فوتلها، لأن هي عندها دروب حصل في دماغها. هي كانت معنفة، كانت بتروح تنزل الحقل، بتحلب البقر، وبتعمل حاجات اللي بتعملها أي ست فلاحة عادية. وطبعا هي واحدة خريجة جامعة أمريكية، واشتغلت في شركات مارتي انترناشونال. ازاي بتعمل الحاجات دي؟ الحقيقه انا كنت شايفاها بطله، لكنها عمرها ما كانت مبسوطه. ده غير ان هي كانت قاعده في بيت عيله من النوع اللي هو بتنزل تطبخ وتمسح وتكنس وتعمل كل حاجه تحت، وتطلع شقتها بس تنام، ومن الساعه 8 الصبح بتكون نازله. فهي تقريبا ما كانتش طايقاني لان انا كنت متحننه شويه، فكانت عايزاني اعيش نفس حياتها. فبدات بقى كل مره تيجي تعمل نفس الحوارات، كل مره تيجي تروح بقى لحماتي تقول لها لا هي ازاي ما بتنزلش تساعدك، هي ازاي مش بتعمل ايه. حماتي تقول لها يا بنتي النظام ده مش موجود عندنا. تروح بقى لحماية تقول له هي بتروح تشتغل وشغاله في شركه اكبر من شركه جوزها، وبتاخد دخلها اكتر من دخل جوزها، وما بتساعدش في البيت، وعايشه ملكه مدلله، وكل شويه تسافر هنا وتسافر هنا. الحقيقه ما كنت بكبر دماغي، يعني ما كنتش بقتنع قوي باللي هي بتقول، لحد ما في يوم ما طلعتلوش الشمس لقيتها جايه ولما شنطة هدومها ومعيطة وشايلة بنتها اللي عندها 4 سنين وحطها على كتفها، وجاية وبتقول ان هي خلاص كده مش هترجع تاني، وان هي هتطلب الطلاق ومش قادرة تستحمل اكتر من كده، وكان ضربها ومبهدلها. فنزلت طيبت بخاطرها، قلت لها معلش يا حبيبتي ومش عارف ايه وبتاع، وانتي تستاهلي واحد احسن منه، ودفعت بقلبي جامد قوي عنها. وطلعت قلت خلاص بقى يعني ايه وظنيت، وان بس بعد الظن اسم، ان هي هتهدى كده وهتبعد عني وهتبقى كويسه كده بقى وتعقل وتشوف حياتها وتروح بقى لثيرابيست يعالجها من كل مشاكلها النفسيه دي. بلو تويست قالت لهم بقى ان هي هتقعد في شقتي، لان انا رحبت بيها جامد، رحبت بيها ببقي ولساني اللي يتشل وبيدي اللي تتشل. قالت لهم هقعد عندها
فباباها ومامتها اعترضوا، قال لها لا طبعا، البيت عندنا كبير وواسع، وانت عندك سويت كامل في البيت ليكي ولبنتك، اقعدي وانت مش تعملي حاجه اصلا. وفوق لا، مفيش حد بيساعدها فوق في البيت، وهنا في المساعدين وفي الناس اللي بتساعدنا في البيت يعني، لكن فوق انت هتطلعي تعملي ايه؟ انت ما بتعرفيش تعملي حاجه اصلا. قالت لهم لا، انا بعرف اعمل كل حاجه وهطلع عشان اساعدها. وفعلا انا قلت لهم خلاص يا جماعه سيبوها على راحتها طالما هي مرتاحه عندي فوق. طلعت قعدت عندي 3 شهور. انا شفت فيهم ذل ما شفتوش في حياتي قبل كده. كانت بتتدخل في كل حاجه. وغير بقى كده، انا كان معايا ولد، خلفه ولد عنده 2 سنين. بنتها بقى كريست التورته بجد بقى، بنتها حاجه كده ما شافتش تربيه بجنيه. البنت اولا بتتكلم فلاحي، اللهجه الفلاحي على راسي، ما قلتش حاجه، بس بتقول الفاظ وحشه يعني. مش بس بتتكلم لهجه فلاحي، لا دي بتشتم شتايم مش طبيعيه ان طفل يشتمها، ولا حتى واحد سرسجي في الشارع. وابني عنده 2 سنين بيتعلم الكلام. فجاه لقيت ابني جاي بيشتمني شتيمه مش كويسه. يا حبيبتي اتعلمت ده منين يا بابا؟ لقيته بيقول لي من بنت عمتي. طلعت قلت لها لو سمحتي خلي بنتك ما تقولش الالفاظ دي قدام الولد. ليه؟ هو انا بنتي مالها؟ هو انا مش عارف ايه. المهم جه جوزي، قلت له بس الحكايه كذا 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 كذا، وحكيت له الموضوع كله. احمد طلع اتكلم معاها وقال لها انا مش بصرف على ابني وبوديه حضانه انترناشونال بدفع له بالدولار علشان خاطر يروح يشتم شتايم. بتوع التكاتك نفسهم ما يعرفوش يشتموها، اللي هما الديلر في الشوارع ما بيشتموش الشتايم دي. لو سمحتي حاولي تعدلي من سلوك بنتك. زعلت شويه وبعدين الموضوع بقى عادي. شويه الاقي حاجات بتنقص من الميك اب بتاعي ومن اللبس بتاعي. في ايه؟ هي طبعا بتاخد اللبس بتاعي وتلبس، والميك اب بنتها بتكسره وبترمي في الزباله. اروح ابص على كيس الزباله، بص الاقي الروج بتاعي الغالي الماركه اللي بألوفات مرمي ومتكسر. مين يا ستي اللي عمل كده؟ تقولي معلش اصلها طفله وبتلعب. ده غير بقى قلة الأدب اللي في البنت. مش مجرد بس ان هي بتمد ايدها على حاجة مش بتاعتها، مش مجرد ان هي صوتها عالي، لا البنت لما بتحتاج اي حاجة بتتبع التقنية واحدة بس، اللي هو الصراخ. ما بتعرفش يعني ايه تطلب اللي هي عايزاه. يعني لو عايزة تشرب ما بتقولش اشرب، لا هي بتصرخ لحد ما نجيب لها المية. لو جعانة بتصرخ لحد ما نعرف هي عايزة ايه ونجيب لها اللي هي عايزاه. اعصابي تعبت. انا ابني ساعته البيولوجيه مظبوطه جدا، بينام بالليل وبيصحى بالنهار زي اي بني ادم طبيعي. بنتها بتفضل طول الليل صاحيه مشغله النتفليكس وقاعده. لحد ما في يوم جبت اخري. كنت كل ما اتكلم مع احمد يقول لي يعني هطردها. حاولت احسسها ان هي كائن مش مرغوب فيه، ما نفعش. حاولت ان انا اسيب لها البيت واروح اقعد عند والدتي اسبوع انا وابني. رجعت لقيتها مخليه البيت زريبه. اللي كانت طالعه بقى بتقول ان هي هتساعدني لان انا ما عنديش حد يساعدني في البيت. فجأة لقيتها قاعدة على الكنبة ماسكة طبق اللب والسوداني والتسالي، هي وبنتها 24 ساعة نتفليكس شغالة، بتتفرج على أفلام ومسلسلات وبتاكل لب وبترمي في الأرض، ما بتشيلش كوباية المية من نفسها. وطول الوقت أحمد هاتلي البنت عايزة. فجأة لقيت إن أحمد مرتبه ومرتبي إحنا الاتنين مبقاش مكفي على البيت. ابني مش قادرة أهتم بيه. البنت لما بتحتاج أي حاجة من ابني ما بتطلبهاش منه، بتقوم تضربه وبتاخدها، ودي حاجة كانت بتعصبني جدا. فضلت مستحملة القرف ده 3 شهور. طبعا انا بطلة كده، لحد ما في يوم جبت اخري وانفجرت فيها. حماية وحماتي طلعوا اكتر من مرة وشافوا الوضع ما عجبهمش وطلبوا منها بهدوء انها تنزل تحت، الا انها ابدا انا قاعدة على قلبها، يا تمشي يا مشي انا. وفعلا لحد ما في يوم كان عندي ميتنج مهم جدا وكنت تعبانه والظروف ما قدرتش اروح الشركه. فالميتنج اصلا كان مع عملاء خارج مصر، فكان ميتنج اونلاين، فقلت خلاص هعمله من البيت. فتحت اللابتوب بتاعي وقلت لها لو سمحتي خدي بنتك وادخلوا الأوضة أو اطلعوا العبوا في الجاردن شوية، وخدي ابني كمان هوديه الحضانة. أنا عندي ميتنج مهم جدا ولازم أعمله في أوضة المكتب بتاعتي عشان في أوراق ووثائق مهمة جدا لازم أطلعها في الميتنج. فبعد إذنك أنا مش محتاجة صوت عشان الميتنج ده لو ما تعملش مظبوط أنا هخسر كتير قوي في الشغل. تفهمت واخدت البنت ونزلت، وقلت خلاص احنا لسه متكلمين وباباها كان عندنا امبارح وكلمها وقال لها عيب اللي انت بتعمليه ده وخلاص. زعلت ونزلت وقلت الدنيا تمام. بدأت الميتنج وعملت كوباية قهوة ودونت وقعدت اتكلم مع الناس، طبعا لغات اكتر من لغة انا بتكلم مع الناس، واحمد عارف ان ده البيج داي بتاعي. فجأة سمعت صريخ متواصل مش راضي يبطل. اعتذرت من الناس
ووقفت الميتنج 5 دقايق عشان اشوف في ايه. طلعت اشوف، لقيت بنتها واقفة قدام التحفة الكريستال اللي اخويا جايبها لي من بره، جايبها لي من رومانيا، ما تصنعش منها في العالم غير 6، وانا معايا واحدة منهم. وبنتها واقفة قدامها، تحفة متكسرة حتت، وبنتها واقفة قدامها بتصرخ بطريقة هستيرية. مالك يا حبيبتي، حصلك حاجة؟ البنت بتصرخ، بتضربني على وشي بالأقلام، بتقولي كلام مش كويس، ألفاظ مش كويسة، كل ده والميتنج شغال. ومامتها قاعدة فاتحة التلفزيون وقاعدة بتتفرج ولا كأن في أي حاجة بتحصل. قلت لها هو في ايه؟ لقيتها بتقولي ان ابني رجع من الحضانة وكان عنده لعبة واخدينها موزعينها عليه في الحضانة، حاجة بيعملوها بايديهم، حاجات اللي الحضانات بتعملها يوم الفان دي والاطفال بتقعد تشاركهم. والولد صنع لنفسه لعبة وكان راجع مبسوط بيها جدا جدا جدا. الوقت ده كان ابني وصل 2.5 وكان فرحان باللعبة بتاعته جدا ومعتز بيها. والبنت مصممة ان هي تاخد منه اللعبة، مرضيش ان هو يديها لها، فالبنت انهالت عليه بألفاظ وحشة جدا وضربت الولد. دورت على ابني، قلت طب ابني فين؟ قالت لي ان هو في الأوضة بتاعته. دخلت لقيت ابني في حالة هستيرية، الولد شعره متشال منه حتة، وشه متخربش، وشكله تعبان ومتبهدل جدا، غير ان التحفة بتاعتي متكسرة مليون حتة. طب انا تحفتي كانت في الشقة عندي فوق وانتي قاعدة تحت عند حماتي، معنى كده ان انتي اخدتها معاكي وانتي نازلة. وقفت وانا منهارة مش عارفة اعمل ايه، صرخت فيها بكل قوتي، قلت لها انت هتفضلي قاعدة جبلة كده لحد امتى؟ حماية وحماتي كانوا نايمين، طلعوا على صوتي، في ايه؟ قلت لهم انتوا مش شايفين اللي بيحصل؟ انا ابني انضرب واتعور واتشال حته من شعره ولعبته اللي عاملها بتعبه متكسره مليون حته، والبنت كسرت التحفه الكريستال بتاعتي اللي ب2 مليون جنيه. في ايه؟ وهي قاعده مش بتقول لبنتها بس. قالت لي وانت عايزه ايه يعني؟ مش كفايه ان احنا اتجوزناكي لاخويا؟ قلت لها اخوكي مين؟ فتهرت فيها وعملت فيها مشكله. قالت لي ان واحده مختله، ان انا بزعق لبنت عندها 3-4 سنين علشان كسرت حاجه هي مش فاهمه قيمتها، وان عادي دول اطفال وبيلعبوا مع بعض. قلت لها اخرجي بره بيتي، اخرجي بره حياتي، انا مش عايزه اشوفك تاني، انا مش عايزه اشوفك تاني. لقيتها بتقولي في ايه؟ انت مكبره الموضوع قوي كده ليه بمنتهى البرود. فلقيتني قلت لها روحي. قالت لي يعني انا اروح فين دلوقتي؟ قلت لها روحي في 60 داهيه تاخدك انت وبنتك. واخدت ابني وطلعت. دلوقتي انا حماية وحماتي واقفين في صفي، وجوزي قال لي ما كانش ينفع تقولي لها كده، بس انت صح 100%، وانا مش هقبل ابدا ان ابني يتعرض للاساءة الجسديه والنفسيه حتى لو كانت من اخته. واللي عرفته اصلا ان هي شدت اللعبه من ايد ابني واديتها لبنتها وقهرت الولد نفسيا. وغير كده كمان ان بنتها مسكت اللعبه قطعتها، فهي قامت بكل جبروت اخدت اللعبه المتقطعه ورمتها في وش ابني. فجوزي بيقول لي ان اللي انا عملته صح جدا، بس ما كانش ينفع نصرخ لها صرخ فيها وان انا اقول لها كلمه زي دي. فجيت دلوقتي اسالكم، هل انا فعلا بنت ست مش كويسه ان انا عملت كده؟ ابويا فضحني وخرب بيتي، والسبب كانت سمكة مشوية. النهاردة هحكي لكم قصة من اغرب القصص اللي حكت لي من الريف المصري على لسان صاحبتها هناء. هحكيها بنفس لهجتها، اعذروني على الدوشة، احنا بنحكي من نفس بلد هناء. ازيكم؟ أنا هناء، عندي 26 سنة، من عزبة صغيرة في ريف مصر. أنا متجوزة ومعايا بنتي 5 سنين. من وانا في بطن أمي قالوا إن لو جت بنت هبقى من نصيب أحمد ابن عمي، ولو جت ولد هبقى من نصيب مرفت بنت عمي. احنا العزبة بتاعتنا كلها ولاد عم في ولاد عم، وكلنا عارفين بعض. في بلدنا البنت بتطلع من 3 إعدادي، اخرنا 3 إعدادي نتعلم القرايه والكتابه والحساب وكان الله بالسر عليه. بس في شويه بنات بيوصلوا للدبلوم او بيروحوا الكليه على حسب ما خطيبها يقول. احمد خطيبي كان متعلم ومتنور ومعاه بكالوريوس تجاره قد الدنيا. قال لابويا واشترط عليه اني لازم اخد على الاقل الدبلوم. من وانا صغيره كنت كل ما امشي في البلد ويعرفوا ان انا بنت عصام يتقال لي ايوه ده ابوك ده بخيل قوي، بس انا عمري ما شفت ده. احنا كنا 4 صبيان وانا البنت الوحيدة. ابويا كان حنين وطيب وكان بيجيب لنا حاجات ما كانتش بتيجي ابدا في البلد عندنا. كل حاجة كانت عندنا في البيت ما كنتش بلاقيها برا البلد.
نجيب لنا احسن اكل واحسن شرب واحسن لبس والشوكولاتات الغالية اللي ما كانش حد يعرف عنها حاجة في بلدنا. والدنيا كانت تمام. ورحت المدرسة وكبرت ودخلت المدرسة ودخلت الدبلوم. الدبلوم كان في بلد جنبينا، كان في البندر. كنت اروح انا وصحابي، واحمد كان ياخدنا يوصلنا ويرجعنا تاني عشان هو كمان كان بيروح يشتغل في محل في البندر. والدنيا كانت تمام. كل الناس تقول لي عصام ده بخيل، ده جلده، عايشة معاه ازاي؟ وانا اقول ابدا، ده ابويا مفيش في حنيته. وفعلا خلصت الدبلوم واتجوزت احمد. احمد كان مسافر بره بيشتغل في الخليج، بيجي لي كل سنة 3 شهور. وانا اتجوزت في بيت عمي، في بيت عيلة، واخويا اتجوز بنت عمي في ليلة واحدة. كان فرحنا مع بعض وكانت الحياة حلوة وجميلة، وابويا جاب لي جهاز ما حد جابه في البلد والدنيا كانت تمام. بس من ساعة ما اتجوزت وابويا حاله اتبدل، لا بقى بيجيب لي حاجات ولا بقى بيعبرني، ويجي هو وامي يطل عليا ويمشوا. حتى ما كانش بيجي لي كل اسبوع زي اي واحد، رغم ان عمي كان يجيب شيء وشويات لمرفت ويدهم لها في الدار عند ابويا، وانا ابويا يجي لي يد ورا وجيت قدام. كنت اقول لا، هو ابويا بقى كده ليه؟ ده ما كانش حارمني من حاجه وانا عنده في الدار. بس كنت اقول مش مهم، انا في عصمة راجل، وعمي ومرات عمي صراحة كانوا احن عليا من اهلي وشايفين خاطري واخدين بالهم مني، والدنيا كانت تمام. ففي يوم لقيت امي بتخبط عليا. احنا البيوت جار بعضيها، يعني انا وامي بننادي على بعض من البلكونه. لقيتها بتنادي عليها وبتقول لي ابوكي جاب سمك وانتي ايه جبتلك منابك. انا بحب جو السمك الكبير. عمي كان بيجيب سمك اشكال والوان، بس عمره ما كان بيجيب سمك كبير، كان كل السمك اللي بيجيبه السمك الخنيني الصغير. ابويا كان بيجيب السمك الكبير وانا كنت متعودة على اكله عنده. فلقيت امي بتقولي ابوك جاب سمك وعمل حساب، كان بيجيب لكل واحد واحدة نص كيلو. المهم خدت من امي السمكة وشوية الرز وقعدت انا وبنتي ناكلهم سوا. سمكة حلوة قوي بالنسبة لنا وبنتي. وكلت السمكة واتبسطت وقلت لعمي ان انا مش هاكل عنده النهاردة علشان خاطر ابويا بعتلي واكلي، وكنت فرحانة وطايرة ورجبت طايلة السما ان ابويا بعتلي اكلي. برضو الواحدة مننا بتحب تترسم قدام اهل جوزها حتى لو كانوا بيجيبوا لها نجمة من السما. وبعد ما اكلت الدنيا كانت حلوة مفيش حاجة، ما كنتش اعرف ان الدنيا هتتطربق بسبب السمكة المشوية دي. لقيت عمي اخر الليل جاي لي هو ومرات عمي، وعمي وشه احمر وشكله متضايق. مالك يا عمي؟ فيك ايه يابا؟ قال لي يا بنتي ما تبقيش تاخدي حاجه من امك مره تانية. ليه يا عمي؟ ده ابويا اللي جايب لي وده حاجه عاديه. قال لي يا بنتي حصل مشكله كبيره. ايه المشكله؟ اتابي ابويا ما كانش جايب لي سمك، ابويا كان جايب السمك بعدد اخواتي وبعدد امي، وكالعاده قال لك اهي غرت في 60 داهيه في عصمه راجل هو يصرف عليه. من ساعة ما اتجوزت وهو بيقول البوجين دول، بيقولهم لأمي وأمي ما بتقوليش عشان خاطر نفسيتي ما تزعلش. أتاري بيجيب الحاجة على قده هو وعياله ومراتات عياله، ما بيعملش حسابي ويقول اتشالت من على قلبي. تجي أمي تجيب الأكل وتبعت لي من نايبها وتقول إن أبويا اللي جايبهولي عشان تخلي صورته حلوة قدامي وقدام أهل جوزي. اليوم ده جم ياكلوا، أبويا قال لأمي فين السمكة بتاعتك يا اعتماد؟ قالت له انا كلته. قال لها كلتيها ازاي يا اعتماد وما حدش فينا داق الاكل؟ ده انا لسه جايبها يا اعتماد. وديت السمكه فين؟ امي قالت له بعتها لبنتي، انا ما اقدرش اكل وبنتي بتحب ده ومحرمه منه ببيت جوزها وما بعتلهاش، ولازم من فتره للتانيه ابعت لها حاجه علشان اهل جوزها ما يجوش في يوم يعايروها ويقولوا لها يلا يلي ابوكي رماكي وما بيجيبلكيش خطف ابره وشكلك وحش عندنا في العيله. ابويا عمل معاها مشكلة كبيرة واتخانق معاها قدام اخواتي وقدام مراتاتهم وعرني، وراح لعمي اتصل بيه قال له اتصل بجوزي واتصل بعمي. قال لي عمي تعالى لي على القهوة دلوقتي حالا. عمي راح له قال له في ايه؟ قال له انا مش هعطيك البت عشان اصرف عليها. عمي قال له
اعطيني بنتك اصرف عليه. بتصرف عليها ايه يا اخويا؟ بنتك من يوم ما دخلت دارنا وانا اللي بكسيها وبجيب لها وبوكلها وشربها هي وبنتها. قال له لا، انا كل شويه مراتي تسرق مني وتروح تدي للبيت، واقول لك ايه، انا جوزتها ونزحت من على عينيا ومنزحت من على دماغي، ما عدتش خلاص هجيب لها حاجه، هي مسؤوليتكم، انتوا ارتضيتوا تاخدوها يبقى تاخدوها بشنطه هدومها، مش كفايه ان انا جهزتها؟ لكن ده ما ينفعش. واتصل بجوزي من حي ما قال له، وقال له انت مش عارف تصرف عليها، انت مسافر بره وسايبها انا اللي بوكلها لك، كل ده علشان امي ادتني سمكه مشويه. ومن حي ما قال، وعم جه وقال لي وكان شايط، وابويا كان موصلها للطلاق، يقول له ايه، طالما انت مش هتصرف عليها يبقى خلاص انا اخدها عندي في داري اصرف عليها، طالما كده بودلها وكده بودلها. بتودلي ايه يابا الله يسامحك، ده هي سمكه مشويه، يا ريتني ما كنت كلتها يا اخويا، حتى ما كفتني انا والبيت. ومن يومها صارت قطيعه بيني وبين ابويا، ولا عايزاه يجيب لي ولا عايزه اخد منه حاجه ولا باخد منهم حاجه، ولا هو اصلا بقى بيجي يسال عليا مع امي ولا يطل عليا ولا بيكلمني. ليه وليه مديت ايدي وخدت السمكه من امي؟ والله يابا انا لو كنت اعرف انا ما كنت خدته، ضم اللي قالت لي انك عامل حسابي. بس خلاص اتفضحت في البلد، وبقيت الناس تحكي وتضحك عليا وتقول شوف الراجل النتن اللي كان هيخرب بيت بيته علشان كلت من عنده سمكه مشويه. والله من يومها ما شربت عند ابوي ميه ولا رحت له ولا دخلت له دار، امي واخواتي اللي كانوا بيجوا يطلوا عليا. وبكده يا اصحابنا خلصت قصتنا النهارده. دي كانت اول قصه معانا في القصص الاجتماعيه او نوادر الريف المصري. ايه رايكم في تصرف الاب؟ انا عن نفسي شايفه ان الاب ده بخيل جدا،